موضوع كنسلة الإقامة للمصريين وهم في مصر لسه الموضوع ده قائم لحد دلوقتي وما وقفش ورجع زي ما الناس بتقول. لا، هو أصلا ما وقفش خالص، هو لسه مكمل لحد دلوقتي. طب إيه اللي حصل والفترة اللي فاتت إيه الجديد؟ ده اللي أنا هطلع أتكلم فيه النهاردة في الفيديو ده. أنا عادة ما بحبش أطلع أتكلم في موضوع معين مرتين، أنا لسه متكلم في الموضوع ده بالتفصيل من فيديوهين 3 قبل كده، بس اللي خلاني أطلع أتكلم النهاردة موضوع استفزني جدا خصوصا على السوشيال ميديا. كمية البوستات اللي بشوفها والكومنتات اللي موجودة في البوستات دي فعلا موضوع مستفزني جدا. يا جماعة احنا كمصريين لا نتقبل فكرة وجهة النظر الأخرى. كل واحد مثلا بيكتب مشكلته أو اللي حصل معاه، وكل واحد اتكنسل إقامته، ده في موقف لا يحسد عليه. ده مبدئيا كده أي حد لازم يحط نفسه مكانه، إنه ممكن يبقى مكانه ينزل فجأة مصر وهو في اجازته ونازل ينبسط ويتفسح وجايب هدايا والكلام ده، فجأة ان هو ايه اقامته اتكنسلت وحاله ومحتاله هنا ومش عارف يعمل ايه، فبيخش يكتب بوستات على الفيسبوك يا جماعة اعمل ايه اسوي ايه وبتاع. فكرة بقى الناس اللي بتخش تشكك في اي حد بيكتب بوست او حصل له ظرف معين فطالع بيتكلم فيه، يعني يسأل مين يا جماعة؟ لا، هو يقول لك بقى انت طالع تهبد، انت طالع بتألف قصص، انت طالع مش عارف ايه. ليه هو هيطلع يألف قصص؟ ليه هو طالع ليه يألف؟ حتى لو هو داخل وكاتب البوست ده وهو خافي الاكونت بتاعه، ده ايه المشكله؟ هو انت داخل تحقق معاه؟ واحد يا جماعه بيكتب بوست بيشوف حل مشكلته وهو مش عارف الحل ايه وهو في موقف ضعيف. الناس دي في المواقف دي بتبقى الواحد بيطب زي الغرقان، فاهم؟ انت لو كنت في مكانه او حطيت نفسك مكانه عمرك ما هتقعد تخش تشكك فيه او تعلل منه. ده مبدئيا، ده اول حاجه. لان فكره ان انت تخش كمصريين، يعني انا بتكلم كمصريين، الجاليه المصريه والكومنتات اللي بتبقى على بوستات الجاليه المصريه كلنا مصريين، فانت لما بتخش تشكك وتتخانق مع واحد عنده مشكله زي دي وتقول له انت بتألف او انت بتهبد او انت مش عارف ايه، انت مش متقبل وجهة النظر الاخرى، ده سبب من اسباب او يوريك ايه المشكلة اللي احنا فيها ايه. احنا كمصريين بنتخانق مع بعض حتى على بوستات مشكلة واحد كاتب بوست بتاعه، فما بالك بقى انت لو انت في الشغل بقى ومديرك مصري والناس اللي معاك مصريين. كمية بقى الخناقات والمشاكل والنفسنة اللي بتحصل بسبب ان كل واحد مش متقبل وجهة نظر فكرة النظر الاخرى، دي بتعمل مشاكل. فالحصل اللي بيعمل مشاكل ده يقول لك المصري احنا ما بنحبش الخير لبعض، احنا مش عارف ايه الكلام ده. ما هو يا جماعة باين اهو من البوستات، يعني ده اقل حاجة، دي فكرة صغيرة قوي من بحر احنا عايشين فيه، فاهم؟ المشاكل اللي احنا فيها دي بسبب احنا كمصريين احنا ما بنساعدش بعض حتى لو بمعلومه، حتى لو طبطب عليه يا اخي. هي الحاجه دي صغيره، الناس ممكن تكون شايفها صغيره بس انا شايفها حاجه كبيره قوي. اللي داخل يا جماعه بيكتب بوستات دي والمشكله اللي بتحصل دي، ده واحد في مشكله كبيره، وكل واحد ما يتمناش ان هو يبقى مكانه. فحاول يا اما تطبطب عليه او عندك حل للمشكله او عندك فكره المشكله اللي هو بيقولها دي، يا اما تقولها له يا اما تسكت ما تتخانقش معاه، فاهم؟ مش محتاج هو يثبت ويقول ويعيد انا حصل لي ايه ويسوي ايه وينزل براهين ان هو كلامه صح يعني. ده حاجه كده بسيطه حبيت ابدا بيها الفيديو ده، لان الموضوع ده مستفزني جدا يا جماعه. مفيش حد ليه مصلحه انه يخش يالف قصص ان هو اتكنسل او مش عارف هو شغال حاجه كويسه واتكنسل، ان هو مش اقامه حره والكلام ده. لكن الفكره العامه اللي انا عايز اقولها لك ايه، مشكله فعلا في البدايه كانت الموضوع علشان الاقامات الحره، الناس اللي عندها اقامات حره والشركات الوهميه اللي بتعمل اقامات، وكل واحد مصري بيجي يشغل دماغه هنا انه يعمل شركه، والدوله هنا بتسمح مثلا ان انت تفتح شركه عن طريق الاونلاين، تفتح مثلا شوف هتفتح اي مجال حتى لو اونلاين، وبيبقى عندك كوتا كده بتدخل عليها الناس وبتاخد على الواحد 8000 و9 زد، بقى بيزنس. انت جاي كمصري، جاي والله العظيم واحد جديد جاي يشغل مخه في الموضوع ده، مش جاي يشتغل او مش جاي يقدم على شغل، مش جاي مثلا يشوف فرصه، لا هو جاي يعمل اقامه لناس، يعمل شركه الاول بعد كده يعمل اقامات للناس ويبيعها وهو يبقى كده تمام قوي. واحد يجيب مثلا ناس من بره وينصب عليها وما يشغلهاش ولا يجيب لها شغل ولا يديها فلوسها ولا اي حاجه لها، كل ده بسبب واحد مصري فحب يفكر او شغل دماغه. وعايز اقول لك بقى الحاجه بقى ايه اللي بيتعقب عليها الكلام ده، ايه؟ ان الحسنه بتخص والسيئه بتعم. وللاسف انا بقول كده، هو ده فعلا اللي حصل. اي حد بيعمل حاجه كويسه كمصري هنا بيتشكر عليه لوحده، ما بيقولش المصريين كلهم كده على فكره. يعني واحد بيعمل حاجه صح
ما بيقولش المصريين كله بيتشكر ويقول لك شكرا يا عم وانت جدع انت راجل الكلام ده كله. لكن بقى اللي واحد بيعمل حاجه غلط، المصريين كلهم كده، المصريين كلهم فهلويه، المصريين كلهم كدابين نصابين مش عارف ايه. فعشان واحد ولا اتنين او 10 او 100 او 1000 بيشغل دماغه ويعمل مصايب هنا في الامارات ويمشي غلط ويخالف الكلام ده كله، فنسبه المخالفين هنا كمصريين يعني كترت قوي، يعني احنا كالعدد كبر قوي، فالسمعه بقت وحشه قوي، فترتب عليها اللي احنا فيه دلوقتي. عاطل في باطل بقى، فكره العاطل في باطل. حتى لو واحد في الاول اول شهر ده كان الموضوع على الاقامات الحره والناس عندها اقامات. انا اعرف واحد مهندس كان عايش هنا، يعني عمل اقامه هنا حره ورايح بيشتغل في السعوديه، اللي هو مهندس يعني مدير مشروع، فالمشروع هنا قفل تمام، فما مش عايز يكنسل الاقامه هنا، فهو عامل الاقامه هنا وراح يشتغل ايه في السعوديه عشان يعرف يدخل ويخرج الامارات بسهوله. بقى له 5 شهور ما دخل، بيدخل كل 6 شهور يعني، سهله يعني بالعربيه. راحت اتكنسلت اقامته، هو حتى كلمني قال لي انا اتكنسلت اقامتي وانا ده متوقع في الظل اللي احنا فيه ده. وده من ضمن الامثله اللي انا بقول لك عليها، مش حاجه غلط حاجه صح. انا قصدي في الاول كانت اقامات حره، والناس اللي ما بتنزلهاش راتب على الشركات، الموضوع ده بيبقى سهل قوي يتعرف. كل الشركات اللي ما بتنزلش مرتبات للموظفين عن طريق البنك اوتوماتيك بيسالوا البنك الشركه دي ما بتنزلش مرتبات، كنسل الشركه دي وكنسل كل الاقامات اللي عليها. ده مبدئيا. شويه شويه بقى من كتر المخالفين اصلا اللي جوه البلد، الناس المخالفه اصلا بعد ما فتحوا مبادره، الحكومه هنا فتحت مبادره ان الناس كلها تفتح واللي مخالفين يطلعوا بره البلد ويعدلوا وضعهم من غير ما يدفعوا اي حاجه. نسبه قليله قوي اللي عملت تعديل الوضع او اللي خرجت او اللي عملت اقامات، والباقي لسه موجود لحد دلوقتي. فاي حد هينزل دلوقتي الفتره دي، نصيحه مني ليك ما تنزلش، حتى لو انت امورك طيبه، حتى لو انت اي حاجه. زي ما بقول لك الموضوع بيخش في عاطل في باطل. انا عن نفسي كنت لسه جاي من مصر، لو عرفت الموضوع انا ما كنتش نزلت، يعني لو انا كنت هنزل في الفتره اخر شهرين دول كنتش نزلت. لكن هي الفكره كلها ان المصريين من بعد تقريبا من بعد الحرب في شهر 4 كان عندنا مشكلتين. المشكله الاولانيه كانت موضوع الفيز اصلا ما بتطلعش، سواء بقى زوجه اولاد جاي سياحه جاي زياره كله مرفوض تمام. قعدنا حوالي الموضوع ده لحد شهر 6 اخر 6 كده اول 7 ابتدينا نشم نفسنا في موضوع التاشيرات دي، والحمد لله ابتدت تفتح للمؤهلات العليا وللزوجات والعائلات والاولاد كل ده. المؤهلات المتوسطه لسه لحد دلوقتي لسه فيها كلام. الحمد لله شمينا نفسنا فدخلنا في موضوع الاقامات اللي بتتكنسل في مصر، فاهم؟ فالموضوع مشكلتين، علشان الناس اللي بتطلع في الكومنتات بوستات على الفيسبوك بتطلع يقول لك يا جماعه هي رجعت تاني تتكنسل. هي اصلا بقالنا شهرين الموضوع لسه زي ما هو، وحتى اخر اسبوعين 3 ده الموضوع زاد قوي عن حده. ما بقاش بقى الموضوع معادله او حسن سير وسلوك شهاده فيش ولا حاجه، الكلام ده كله احنا عدينا اكتر من المرحله دي. دلوقتي اللي مرحب بيه هنا انت عندك مؤهل عالي، لو هتشتغل بشهادتك تعمل المعادلات تعمل كل ده. غير كده مؤهل متوسط، مؤهل مش متوسط، عامل الكلام ده. حتى اللي هنا حتى اللي ما خرجوش من البلد الاقامات ما بتتجددش. واحد جاري يعني قال لي شوف لي شغلانه وبتاع، عندك لو عندكم مثلا سواقين عندكم عامل. قلت له انت بتدور على ايه بالظبط؟ قال لي انا سواق وعندي ليسن مانوال، يعني لو اي حاجه. عشان قالوا لي انا شغال في مصنع وقالوا لي في شهر 10 احنا اخرك شهر 10 يعني ومش هنجدد لك. كل المصريين اللي في المصنع ما اعرفش دي صدفه ولا ده مقصوده، انا ما اعرفش، بس هي الفكره ان حتى العمال تقريبا يعني على ما اعتقد هيستبدلوهم بالهنود. على راسنا طبعا الجاليه الهنديه، بس الجاليه الهنديه بتاخد فلوس اقل، ممكن تشتغل بال 12 و 15 ساعه ما عندهاش مشكله. في حته المصري العامل هنا حتى تلاقي معظم البوستات والفيديوهات اللي الناس طالعه بتتكلم فيها على الفيسبوك بالذات هيقول لك انا عامل ومش عارف اجدد اقامتي انا نازل مصر. في ناس كتير عندها اكونتات على السوشيال ميديا يعني ومعروفه يعني معظمها في ابو ظبي، 90% منهم مش عارفين يجددوا اقامتهم بينزلوا مصر، ولو نزلوا مصر هتتكنسل اوتوماتيك. فهمت الفكره ايه؟ فهمت بقى ايه الحكومه بتعدل هيكله النظام الشغل هنا في الامارات. هو ده بقى الفكره اللي احنا داخلين عليها. خلي بالك مؤهل عالي، نبغى في حاجه اي برمجه والحاجات الهندسه الطب الحاجات دي انت امورك تمام. حتى المهندس كمان فيها كلام. غير كده عامل مؤهل متوسط مش شغال بشهادتك والحاجات دي حتى لو مؤهل عالي فيها كلام. فالفكره اللي انا بقولها ايه يا جماعه، اي حد بيكتب بوست على الفيسبوك
مش شرط يكون بيهبد. الاول كنا بنقول مسؤولين وكل الناس اللي طالعه تقول يا جماعه الموضوع مش حكر على المصريين، او الموضوع هو فعلا مش حكر على المصريين، بس انت علشان نسبه المصريين الكبيره هي نسبه وتناسب. يعني على فكره الباكستانيين برضو كانت ممنوع اقامتهم والزيارات والكلام ده. كان في واحد باكستاني برضو معايا في الشغل مش عارف يجيب مراته بسبب كنسله الاقامات والفيز والحاجات دي. لكن احنا عشان العدد كبير قوي كمصريين احنا مركزين على الجاليه المصريه. حتى انت شوف كده، هو انت مشترك في اي جاليه تانية غير المصريه؟ انت مش مشترك، عشان كده مش عارف. بس هي فعلا العامل المشترك ان في الجاليات الكبرى باستثناء الهنود طبعا والفلبينيين، عشان دول بيشتغلوا اي حاجه يعني عادي، ما عندهمش مشاكل ومفيش مشاكل ومفيش مخالفين كتير. ما تلاقيش هندي او فلبيني مخالف كتير، في مخالفين بس مش كتير مش زي المصريين. فاكر موضوع الحج اللي من سنتين ثلاثه والناس اللي رايحه وفوق ال 300,000 مخالف؟ كل ده بيسمع، كل ده بيسمع. سمعت في عمان دلوقتي، سلطنه عمان، الناس اللي بقت تروح من الامارات او من اي دوله بقت تروح مثلا العمان عايزين يهجوا لهناك، تاشيرات زياره والكلام ده. الموضوع اتقفل، تاشيرات السياحه للعمان اتقفلت برضه، بسبب برضه ان كله بينفذ على كله، كله بيسمع في كله. هو على فكره دول الخليج كلها تقريبا النظام كله بيسمع واحد. يعني حتى ليسن الامارات السواقه ممكن تسوق بيها في اي حته في الخليج عادي، كله واحد، حتى المخالفات كلها بتسمع في نفس السيستم. فالفكره ان يا جماعه دلوقتي مفيش حاجه اسمها حاجه ثابته. اي حد يقول لك معلومه ان مثلا لا ده الراجل ده اموره تمام لا دي تمشي، ده اموره مثلا كذا لا مش هتمشي، مفيش ثوابت. مفيش ثوابت. في مهندسين نزلوا وفي مدرسين نزلوا مش عارفين يرجعوا، اقامتهم اتكنسلت. بس انا عايزك تحط نفسك مكان الشخص اللي نزل ده، علشان هو في مأزق كبير، مش بس علشان حياته اتشقلبت ولا مرتبه وقف او حياته اتدهورت، لا. فكر معايا كده، هو لما ينزل مصر مثلا عنده عربيه، عنده شقه مثلا مأجره وحاجته فيها، يعمل فيها ايه؟ ليه مثلا مرتبات نهايه الخدمه، مكافاه نهايه الخدمه هيعمل فيها ايه؟ مش عارف ياخدها. مستلف مثلا واخد قرض وراجل متدين وبتاع ومش هيعرف يسدد، بس هو عايز يسدد بس مش هيعرف، يعمل ايه؟ يعيش بالذنب. في حاجات كتير، وفي ناس عندها حال ومحتال وبقاله مثلا 10 15 سنه وكده، وعياله في مدارس هنا والكلام ده، مش عارف ياخد مثلا ملف بتاع التعليم بتاع اولاده، يعمل ايه؟ لو حطيت نفسي مكانه انا ما اعرفش اعمل ايه، انا دماغي هتقف. فرفقا يا جماعه بالناس دي، واي حد ينزل بوست بيستنكد او عايز يعرف معلومه، يا اما عندك معلومه تساعده يا اما ما تساعدوش، يا اما ما تتكلمش معاه، ما تخشش معاه في جدال ونتخانق ويبان ان احنا كمصريين يعني بنخش نتخانق في اقل حاجه. الموضوع مش مستاهل، والله الموضوع مش مستاهل. انت مش مجبر ان انت تخش تتخانق معاه علشان تجبره ان هو فهمه وجهه نظرك انت. وكل واحد ليه وجهه نظره يا جماعه، لازم نتقبل الراي والراي الاخر، بلاش نتخانق مع بعض يبقى شكلنا وحش قدام الناس. وكفايه اللي بيحصل الفتره دي، والموضوع للاسف مطول شويه، على الاقل شهرين كمان. واي حد بيفكر ينزل اجازه مصلحته ما ينزلش دلوقتي، ودي نصيحه اخويه مني ليك. مفيش معلومه ثابته حد هيقولها لك في الموضوع ده، حتى المسؤولين ما حدش هيطلع مسؤول مصري او مسؤول امارات، ما حدش هيطلع مسؤول، عشان مفيش حاجه رسمي واحد يقدر يتكلم فيها، كلها اجتهادات. وانا مش هقول لك معلومه برضه، عشان انا لو قلت معلومه هبقى بجتهد وبهبد والكلام ده، واي حد يطلع يقول انت بتهبد في الكومنتات انا مش هتضايق، عشان انا متقبل برضه وجهه نظره. بس ما تقولش ان انا بهبد، عشان انا ما قلتش معلومه، انا ما قلتش معلومه تفيدك. انا بقول الناس تنزل الناس اقامتها بتتكنسل دي نراعي ربنا فيهم يا جماعه ونخف عليهم شويه. بس ده فيديو النهارده في السريع كده، وقول لي برضه رايك في الكومنتات لو انا بقول كلام غلط، وقول لي تجربتك لو حصل حاجه زي كده، وانا هرد عليك في الكومنتات. واشوفك في الفيديو الجاي. سلام.